هوجن، النمر، كوبرا، واخيرا الكينج. اسامي رنانه، القاب قويه، وبطل واحد مفيش غيره بيضرب وبيحب وبيهرب. سؤال بيتردد كل سنه محمد امام بينزل فيها بمسلسل، هل محمد امام لقى الخلطه السحريه وقرر ما يغيرهاش، ولا هو فعلا بيعيد وبيكرر في نفسه؟ كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نحلل الحكايه. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع ل 2017 مسلسل لمع القط. دي كانت الانطلاقة الحقيقية لمحمد إمام كبطل درامي رمضاني. هنا محمد إمام قدم شخصية الشاب البسيط الجدع اللي بيتورط في مصيبة أكبر منه بكتير، وهو إنه خطف أتوبيس مدرسة وبيحاول يثبت براءته. المسلسل كان ميكس ذكي جدا بين الكوميديا اللي وارثها عن الزعيم وبين الأكشن. الخلطة نجحت، ومن هنا إمام عرف إن الجمهور بيحب يشوف فضول البطل الشعبي الجدع. وفي 2019 إمام قرر ياخد الخلطة دي ليفل الوحش وقدم هوجن. هنا احنا مش قدام شاب عادي، احنا قدام سوبر هيرو شعبي، قوة خارقة، طيبة زيادة عن اللزوم، وبرضه بيتورط مع عصابات وكبارات البلد. هوجن كسر الدنيا وكان ترند يومي، وده اللي خلى محمد امام يتاكد ان تيمة البطل الخارق الشعبي اللي كل البنات بتحبه وكل الرجاله بتخاف منه هي التذكره المضمونه للنجاح. وفي 2021 رجع بمسلسل النمر، مسلسل ناجح ومختلف شويه في قصه الانتقام والصياغه. لكن استنى كده، بطل شعبي قوي جدا موجود، بيتورط في صراعات مع حيتان السوق موجود، اكشن مبالغ فيه شويه موجود، اسم المسلسل على اسم بطل خارق او حيوان مفترس برضه موجود. هنا النقاد والجمهور بدأوا يلاحظوا اننا قدام باترون او نمط ثابت. وبعد غياب كام سنة يرجع محمد امام في 2024 بمسلسل كوبرا. شاب ابن بلد بيخرج من السجن، بيتورط في جريمة قتل وبيهرب من قرية لقرية، وفي كل قرية بيحل مشكلة اهلها زي روبن هود. لو ركزت هتلاقي ان كوبرا هو النسخة الهاربة من هوجن ولمع القط. والسنة دي عمل مسلسل الكينج، من الاسم بس انت تقدر تتوقع الحبكة، لقب قوي، بطل لا يقهر، رحلة صعود او هروب، وشوية كوميديا وسط الاكشن. المسلسل برضه نفس القصص، بطل شعبي عايز يجيب حق ابوه زي في هوجن وزي لمع القط، بس بصراحة في كوبرا حب يغير وما يجيبش حق ابوه. المسلسل حلو وكل حاجة، بس تحس نفسك وانت بتتفرج انك شفت المسلسل ده قبل كده. طب هل ده معناه ان محمد امام ممثل ضعيف؟ الاجابة لا طبعا، محمد امام ممثل ذكي جدا تجاريا، هو لقى الغلاف بتاعه او منطقة الراحة اللي الجمهور الشعبي وجمهور القهاوي بيعشقها. الناس بتبقى راجعه من شغلها تعبانه عايزه تشوف بطل بينتصر على الاشرار، بيضحكهم وبيعمل اكشن حلو، وامام بيقدم الوجبه دي بامتياز. محمد امام مش بيعيد نفسه بالمعنى الحرفي للقصه، لكنه بيعيد القالب، هو بيلعب على المضمون وما بيحبش يخاطر يروح لدراما معقده او ادوار سايكو مثلا في التلفزيون. هو اختار يكون نجم شباك درامي زي افلام العيد بالظبط. في النهايه الارقام والمشاهدات بتقول ان محمد امام ناجح جدا في اللي بيعمله، والجمهور لسه مش بيعش من البطل الشعبي. بس السؤال ليكم انتم، هل بتشوفوا ان محمد امام محتاج يغير جلده في التلفزيون، ولا حابين سكه الاكشن والكوميديا اللي هو ماشي فيها؟ ايه اكتر من مسلسل حبيتوه في الخمسه دول؟ هستنى رايكم في الكومنتات. مع السلامه.